الزمالك بيفوز على سيراميكا 2-0 في انتصار مهم جدا. ليه انتصار مهم؟ عشان اي انتصار بنقول عليه مهم؟ لا، هو كان مهم جدا علشان ما يزرعش الشك في قلوب الزمالك وجماهيره، والزمالك قبل جماهيره. ليه؟ لان زراعه الشك في قلوب الجماهير مش قضيه انا نفسي خارج من المباراه وعندي شك في الاداء الفني بعض الشيء، لكن اهم حاجه الزمالك في البدايه ما كانش يتزرع الشك في قلوب جون ادوارد والفريق اللي تحته، الجهاز الفني الجديد، اللعيبه الجداد، وده عشان التجربه ما يتحكمش عليها بالفشل من البدايه. ونيجي للمهم، يانك فيريرا بيلعب ازاي؟ الرسمه بتقول 4-2-3-1. صبحي حارس مرمى، الونش وحسام عبد المجيد قلبين دفاع، في اليمين عمر جابر، في الشمال بنتايج، شحاته ودونجا في نص الملعب، قدامهم عبد الله السعيد، جناح ايمن ناصر ماهر، جناح ايسر شيكو بنزا، ومهاجم وحيد ناصر منسي. دي الرسمه اللي على الورق، لكن يا ترى دي الطريقه اللي بيلعب بيها في الملعب؟ هجوميا لا، طب دفاعيا برضه لا. ازاي؟ نبدا بدفاعيا. دفاعيا الراجل بيعتمد على طريقه 4-1-4-1. ليه؟ لان الواحد ده بيكون ناصر منسي اللي بيضغط على قلبين الدفاع. طب في اتنين في نص ملعب سيراميكا، مين اللي هيضغط عليهم؟ بياخدهم عبد الله السعيد ومعاه شحاته او دونجا. الجناح الايمن ناصر ماهر كان بيجيب الظهير الايسر لسيراميكا، والجناح الايسر شيكو بنزا كان بيجيب الظهير الايمن لسيراميكا، وكان بيتبقى في نص الملعب عمرو السوليه واللي كان بيكون معاه دونجا او شحاته. يعني لو دونجا هو اللي طلع يضغط جنب عبد الله السعيد، شحاته هو اللي بيمسك السوليه، ولو شحاته هو اللي طلع يضغط جنب عبد الله السعيد فدونجا هو اللي بيكون مع السوليه. المهم ان في ناصر منسي ومن تحتيه 4، ومن تحتيهم 1، ومن تحتيهم رباعي الدفاع. هتلاقي الزمالك كان بيحاول يعمل مان تو مان، وكتير جدا جدا كنت هتلاقي دونجا بيتعمد انه يروح يمسك السوليه. وهنا سيراميكا اتكتف، وسيراميكا لما بيتكتف ما عندوش غير لعبه واحده، هيلعب الطويل على فخري لقاي اللي هيقوم بدور المحطه بنجاح شديد جدا. وهنا يانك فيريرا عمل اللي عليه، يتبقى ان لعيبه الزمالك كانت في الالتحامات الثنائيه مع فخري لقاي تكسب، لكنها كتير جدا في الشوط الاول بالذات كانت بتخسر. طب ده والزمالك بيدافع، طب وهو بيهاجم كان بيلعب بطريقه 4-2-3-1 برضه؟ لا، كان بيلعب بطريقه 3-6-1. انا عارف ان رقم غريب عليك، لكن 3 لان دونجا كان بينزل بين قلبين الدفاع، وقدام الثلاثي ده كنت بتلاقي عمر جابر في اليمين، بنتايج في الشمال، وهتلاقي ناصر ماهر الجناح الايمن وشيكو بنزا الجناح الايسر داخلين جوه في العمق مع عبد الله السعيد، وكمان كان بينضم ليهم شحاته. ولما كان بيحصل التكتل ده في نص الملعب، لما تلاقي شحاته وعبد الله السعيد وشيكو بنزا وناصر ماهر، وبكده فيريرا كان بيعمل زحمه في العمق على سيراميكا، فكانت كل لعيبه سيراميكا بتتكتل في العمق وتسيب الاطراف لبنتايج. فكان هنا دونجا بيلعب الطويله لبنتايج في المساحه عشان يتصرف في الكوره، ومش شرط تلاقي بنتايج هو اللي في الطرف وشيكو بنزا هو اللي في العمق، ممكن شيكو بنزا هو اللي ينطلق في الطرف وتلاقي بنتايج هو اللي داخل في العمق. ونفس الكلام كان بيحصل في الجبهه اليمين، برضه ساعات ممكن تلاقي ناصر ماهر هو اللي في الطرف وعمر جابر هو اللي بيخش في العمق عشان يستلم تمريرات من دونجا والفريق يطلع بالكوره. لكن كان في مشكله كبيره جدا قابلت الزمالك مع فيريرا في الماتش، وهو ان الخروج بالكوره كان دايما مغامره. ساعات حسام عبد المجيد كان بيغلط، ساعات صبحي كنت بتحس ان هو هيغلط، وفي كل مره كان الجمهور حاطط ايده على